عملنا مع بعض مخلل الزيتون، وبفضل الله ثم فضلكم جاب اعلى مشاهدات على القناة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مخلل الليمون الاخضر بمنتهى السهولة والبساطة زي ما احنا متعودين مع بعض، من غير اي مرارة ومن غير ما يعمل ريم على الوش ومن غير اي اضافات خالص له. دولت 4 كيلو ليمون، غسلناهم وهم وسبناهم يتصفوا. نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو بتاعنا. الليمون لازم تختاريه بتاع التخليل الاخضر ده يكون صغير، وتكون جلدته من بره خشنة، ويكون جامد مش طري عشان ما يبقاش فيه مية كتير. غسلت الليمون كده ونقعته لمدة يومين على الرخامة. كل يوم بغير عليه مية مرة او مرتين او 3 مرات في اليوم لمدة يومين. ده بيضيع اي مرارة منه خالص. وبعد كده صفيته اهوت وشطفته. لو عجبك الفيديو متبخليش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبي تعليق منك يشجعني. هنا بقولك الليمون لازم بيبقى فيها عين صغير كده، ما تكسرهوش، سيبيه فيها لانه بيحافظ على خضرة بقدر الامكان. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. المخلل ده يقعد معاك لرمضان وبعد رمضان كمان، وكل سنة وانتم طيبين. كده مية على البوتاجاز غليت غلوة، نزلت فيها الليمون. وما حاولي ما تخليش الليمون بتاعك يغلي كتير عشان ما يفتحش منك، لان هو لو فتح منك هيتاكل، لازم يتاكل بقى سريع، ما ينفعش يتركن لرمضان. كده بقولك الليمون اهوت ما فتحش ولا حاجة، يدوب هما غلوتين 2 بس وتبدأي تطلعيه. الليمونه ماسكه نفسها هيت، ما تهرتش ولا فتحت ولا اي حاجه. كده يفضل معاكي ان شاء الله لرمضان وبعد رمضان كمان. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. دي الميه اللي انا غليت فيها الليمون، طبعا دي مش هرميها، دي بتدخل في حاجات كتيره، دي بتشيل القشره من الشعر، بتنظف كمان في التنظيفات. وانا غسلت بها الفراخ والسمك وكانت ما شاء الله جميله. الميه ديت انا غليتها وسبتها لما بردت خالص، وهبدا بقى كده اعمل المحلول الملح بتاعنا. ما فيش اي حاجه في البرطمان غير قرنين فلفل، واحد احمر وواحد اخضر، ما فيش اي اضافات ولا اي حاجه تانية. هبدأ كده اظبط المية بتاعتي. البيضة هي لسه ما البيضة نزلت تحت كده، المية لسه الملح بتاعها ما اتظبطش كويس. اول البيضة بتاعتك ما تعوم على الوش خلاص يبقى انت كده الملح بتاعك مظبوط. دي جربناها لاول مرة في فيديو الزيتون، والنهاردة بجربها معاكم لتاني مرة. مريحة جدا وبتريحك من حاجات كتير. دلوقتي كده البيضة بتاعتي عامت على الوش اهي، خلاص كده المحلول الملح بتاعنا مظبوط. هبدأ كده انزله في البرطمان على الليمون، ولازم تكوني ضغطة الليمون جامد وما يكونش فيه مكان فاضي في البرطمان بتاعك، وتغطي الليمون بالمحلول الملح ده. كلها المحلول الملح اهوت، هغطي بيه كل الليمون. ولازم طبعا تقفلي البرطمان كويس جدا علشان ما يدخلوش اي هواء وما يعملش ريم على الوش. كده بقى لو عندك كده اكياس مليانه الاسترتشيات تحطها على البرطمان، ما عندكيش هتحطي كيس من بتاع الفريزر زي ما انا هعمل كده. ده كيس تفريز بتنيه كده على 2 وبحطه تحت الغطا عشان يبقى الغطا مقفول قافل كويس جدا. وبكده خلصت الوصفه بتاعتنا. خلينا مع بعض الليمون الاخضر بمنتهى السهوله. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.